إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. اسمها الفشخرة. معناها معروف انك ما تمشيش على قدك، يبقى دخلك 100 جنيه وانت بتصرف 300 جنيه. ما عندكش لكن عايز ان شاء الله تستلف وتندين وتتزنق. الفشخرة دي هي الاب الشرعي للديون والمتاعب، هي السبب في الهموم. الكلام ده صحيح على مستوى الافراد ومستوى الدول. قلت لي ليه؟ اقول لك ليه. الفرد لما يصرف اكتر من دخله يفتقر. الدولة لما تستورد اكتر ما بتصدر ميزانها التجاري يميل عليه ويقول له ليه طوعتني. لما الانسان يصرف اقل من دخله يحوش يدخر. المدخرات دي هتتحط في بنوك او في شركات او في مشروعات، يبقى في فلوس وفي رخاء وفي انتاج. من غير ادخار مفيش تمويل، من غير تمويل مفيش مشروعات. الدنيا فيها مجموعة قوانين، تمشي عليها توصل، ما تمشيش عليها ما توصلش. زي حواديت ألف ليلة وليلة، في سكة للسلامة وسكة للندامة وسكة للي يروح ما يرجعش. احنا مع عدم المؤاخذة ماشيين في سكة اللي يروح ما يرجعش، عمالين نزيد وانتاجنا عمال يقل. الناس بتزيد والانتاج بيخس. تيجي ازاي دي؟ المفروض الانتاج يزيد لما الناس تزيد، عندنا بقى بيقل. عايزين نلحق نتلفت ونرجع الشوية اللي مشيناهم في سكة اللي يروح ما يرجعش. عايزين نرجع من السكة دي ونروح سكة السلامة. سكة السلامة عايزة شغل كتير، مش عايزة ندور عليها، لا، إنما عايزة يبقى عندنا عزم نمشي فيها. عشان نمشي فيها ضروري نغير حاجات كتير في حياتنا، ضروري نغير حاجات في نفوسنا وحاجات في قوانيننا وتقاليد في مجتمعنا. ضروري كل ده يتغير علشان احنا نقدر نطلع من البير اللي وقعنا فيه. اهم حاجة ضروري نغيرها في نفسنا مسألة الفشخرة. بلد مديونة وبتستورد تلتين اكلها وفيها عربيات مرسيدس اكتر من اللي في برلين. بلد مديونة وبتستورد الضروريات والناس لسه بتخلف 7 و8 علشان يبقوا عزوة وكتير. بلد فيها مشاكل اسعار بتزيد كل يوم، ورغم كده الحركة على الشراء شغالة. الناس كلها بتشتكي من قلة الفلوس، ورغم كده اي شاب صغير يجي يتجوز في فندق ويزفوه ويقعله 3000 جنيه لما يكون غلبان خالص وهيدفع اقل سعر. تسأل انت ايه ده؟ يقول لك يا اخي عايزين نفرح. هو الفرح ما يجيش الا بالفشخرة والصرف؟ ال3000 جنيه دول اللي هيتصرفوا في طبل وزمر لو كانوا اتصرفوا في البيت كان يبقى احسن ولا اوحش؟ مش بس نفوسنا وتقاليدنا اللي عايزة تغيير، لا، القوانين عايزة تتغير. في قوانين كتيرة مكتفة الناس. قانون شركات توظيف الاموال قالوا هيحل مشكلة الشركات دي والناس تاخد فلوسها. بقاله 1.5 سنة لا حد قبض ولا حد صرف والوضع متجمد والناس بتلالي. قوانين التصدير عايزة تطوير، قوانين الاستثمار عايزة تغيير. عايزين اقتصاد يكون فيه مناخ يشجع الناس، يشجع الناس على انها تشيل فلوسها في مصر وتستثمر في مصر وتشتغل في مصر. ده كله محتاج قوانين تشجع على كده، مش تعرقل ده باسم تشجيعه. في تقاليد اجتماعية كتيرة عايزة تتغير، في سلوك عايزة تبديل.